jungle. أسطورة ملك جمشيد وزوجته الملكة شيرين. يقول الأسطورة أن جمشيد كان ملكا صالحا وحكيما يحكم الأرض بعد الله، وكانت له سلطة كبيرة وقوة لا مثيل لها. كانت حكومة جمشيد مزدهرة وسعادة تعم البلاد، ولكنه كان يعاني من وحدة وحزن داخل. فقد شعر بأن هناك شيئا مفقودا في حياته، وكان يتساءل عن سر الحياة والإلهام. في رحلة البحث عن الإلهام والحكمة، قرر جمشيد الانفتاح على العالم الخارجي واستدعى الفنانين والشعراء والعلماء من جميع أنحاء المملكة ومن بلاد بعيدة ليوجهوه في رحلته. ومن بين الفنانين الذين استدعاهم جمشيد كان هناك شاعر يدعى فردوسي. وقد كان فردوسي شاعرا موهوبا يعرف بقدرته على إحياء القصص والأساطير من خلال قصائده. عندما التقى جمشيد بفردوسي، عرض عليه أن يروي له قصة من الأساطير العراقية. فردوسي اختار قصة عن معركة بين الخير والشر، حيث يتحدى البطل المظلم الشرير ويحاربه للدفاع عن العدالة والسلام. بدأ فردوسي بسرد القصة بأسلوبه الشعري الجميل، وكانت كلماته تنبض بالحياة والشغف. استمع جمشيد والحاضرون إلى قصة فردوسي بتركيز شديد، وكانوا متأثرين بقوة الكلمات وجمالها. تعلق جمشيد بالقصة بشكل كبير، حيث وجد فيها الحكمة التي كان يبحث عنها. وقرر أن يدعو فردوسي ليكون شاعر الملك، ليستمر في إلهامه وإحياء الأساطير العراقية. منذ ذلك الحين، أصبحت قصص الأساطير العراقية جزءاً هاماً من التراث الثقافي للعراق. واستمرت قصص جمشيد وشيرين والمعارك الخيالية في إلهام الشعراء والكتاب والفنانين على مر العصور، مما يعكس أهمية الأساطير والقصص في تشكيل ثقافة الشعوب. أشكركم جميعاً على مشاهدتكم الفيديو ومتابعتكم للقناة. نأمل أن تكونوا قد استمتعتم بالمحتوى واستفدتم منه. إذا كنتم تروقكم ما نقدمه على القناة وترغبون في متابعة المزيد من المحتوى المثير والمفيد، فننصحكم بالاشتراك في القناة.